وانا حليت هاد القضيه، ولكن غتبدا قضيتي مع وحده من هاد البنات اللي طحت في شباكها. كان سميتها سعاد وفي عمرها 24 عام. حسيت باللي خدات ليا عقلي وقلبي، واخا انا ناشف وقاصح في طبعي، ما عمري فكرت نرتبط ولا نتزوج بسبب خدمتي اللي كانت واخده وقتي كامل. والموت ديال الوالد خلاني نهز المسؤوليه ديال امي واختي، وانا الراجل الوحيد في الدار. المهم دازت ايام واسابيع وما نسيتش ديك البنت، واخا قلت يمكن غير احساس ودايز زعطه زغبيه، وانا نقرر نصوني عليها حيت نمرة تليفونها بقات عندي من التحقيق اللي درنا معاها. صونت عليها المره الاولى والو ما كتجاوبش، المره الثانيه والو، المره الثالثه جاوبتني. قلت لها الو سعاد اللي معايا؟ قالت لي ايه هي هذه اللي معاك، شكون معايا؟ قلت لها معاك الضابط يوسف، وهي تسكت. وحسيت بالانفاس ديالها تسارعات وبدات كتمتم